ختاما، ومع الارتفاع المحسوس لدرجة الحرارة، الإقبال على شواطئ عنابة بلغ مستويات قياسية ومن مختلف الجهات والولايات أيضا. أكثر تفاصيل مع زهير لشطب. مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، فشواطئ عنابة اكتظت عن آخرها بالشباب والعائلات القادمين من مختلف الولايات. جيت من قسنطينة عنابة، خيرنا عنابة بلاج مليح باش الاستضافة كاين حوايج بزاف مليحة. عنابة مليحة. جيت من ام بواقي، جبت سكيرسيون، خيرت عنابة على خيرت عنابة. عنابة من بكري نشتيها، ناس عنابة بعنابة، ناس عنابة نشتيها عنابة. مكرمين، ربي يبارك، ما كاينش الحقره كيما بلاصه اخرى، الحمد لله يا ربي. جيت من مشروحه ولايه سكهرات، لاباس الحمد لله. انا عقبنا نهير بيان وشايف البحر عنابة؟ بيان. الاستمتاع بالبحر لا ينتهي بنهاية النهار، بل يزداد ليلا إذ يحلو السهر على ضوء القمر. والله يا خويا لومبيونس في عنابة لومبيونس زينه، باسكو كي ليه عندنا في الليل الله يبارك، تما ما كاينش مشاكل. صيف في عنابة وحده، الفامي من كل بلاصه يجيو هنا. عنابة تعجبهم ياسر ياسر ياسر. اللي ما جاش راح وطا. انا من تلسا وتعجبني عنابة بزاف، ربي يبارك، زاهيه طول، الاحترام، فيها كلش مليح، وتحيا عنابة. هكذا هي عنابة، كانت وما زالت وستظل مقصد الجميع لحسنها البديع.